السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم على قناتي على اليوتيوب إبداعات ندى. فيديو جديد النهارده إن شاء الله هنعمل فيه إعادة تدوير لعلب الشامبو. طبعا أوقات كتير بيبقى عندنا علب شامبو وبنرميها، ففكرة حلوة جات لي إن احنا نستغلها. طبعا الفكرة دي موجودة على اليوتيوب، بس أنا حبيت أنقلها لكم لأن في ناس كتير ممكن تكون مش عارفاها، والفكرة دي مفيدة جدا جدا لأن اللي عندهم أطفال دايما مشكلتهم مع التليفونات، كل ما يحطوها في الشاحن الأطفال بيروحوا يشدوها من السلك أو يشيلوها من الشاحن للأسف. فاحنا هنعمل حامل للموبايل بفكرة بسيطة جدا مش هيكلفنا أي شيء. أول حاجة عندي بجيب إزازة الشامبو وأشيل طبعا اللزق اللي عليها كده، وأبتدي أقص منها جزء بحيث إن أنا أخلي بس جزء على قد الموبايل، وأسيب أشيل برضو جزء على قد فتحة الشاحن. وكده اجيب ماركر عندي كده او اي قلم يساعدني عشان احدد بيه الجزء اللي انا هشيله، احدد بس بيه كده عشان ابقى عارفه انا هقطع ايه. زي ما انتم شايفين انا فرغت اهو مكان للشاحن. هنيجي بقى للمرحله بقى اللي طبعا حسب اذواق حضراتكم تزينوها بالشكل اللي انتوا عايزينه. انا هنا مثلا كنت مزيناها بشريط لاصق من هنا ومن هنا. انا هنا ممكن عندي الورق ده اللي كنت عامله بيه التلاجة، بغلفها في التلاجة وبقى عندي جزء منه. انا ممكن اخد جزء منه على قد العلبه اللي عندي او الحامل اللي عندي وازينها بيه كده. فين زيناها كده، اي حاجه بسيطه كده بيها. بقى عندي دي وبقى عندي دي، ونشوف بقى نحط فيها التليفون في الشاحن. بقى حامل جميل ومكلفناش اي حاجه وفكرته بسيطه جدا. زي ما انتم شايفين كده حطينا الحامل اهو، نحط فيه الموبايل بقى بالشكل ده اللي احنا عايزين نشحنه، ونركب فيه الشاحن بتاعنا زي ما انتم شايفين ببساطه خالص. حامل جميل جدا وسهل اوي ان انا اشحن بيه الموبايل بدل ما احطه في اي مكان. اتمنى الفكره النهارده تكون حلوه وتكون عجبتكم. وما تنسوش بقى لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك، ولو في اي تعليق اكتبوا لي في الكومنتات، وشيروه مع اصحابكم عشان ناس كتير تشوفه وتستفيد من الفكره. وما تنسوش طبعا لو انتوا اول مره تزوروا القناه تضغطوا على المربع الاحمر اللي عليه اشتراك او سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل الاشعارات بالفيديوهات الجديده. وتابعوني على قناتي التانية بيتك وجمالك، واشوفكم في فكره تانية وفيديو جديد على قناه ابداعات ندى. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.